ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هكمل معاكم باقي سلسلة فيديوهات الحمل اللي كنا بدأنا فيها قبل رمضان. النهارده هكلمكم عن اشهر الاعراض اللي ممكن نتعرض ليها او نمر بيها خلال اول 3 شهور في الحمل. كتير من البنات لما بتكون اول تجربة حمل ليهم ما بيبقوش عارفين ايه الاعراض اللي ممكن تقابلهم. كمان السيدات اللي مروا بكذا تجربة حمل لما بيكون في مسافة طويلة بين كل حمل واللي بعده احيانا بتنسى الاعراض. لكن لما بنعرف الأعراض دي وبنعرف إن هي حاجة طبيعية وبنعرف إزاي نتعامل معاها، ده بيخلّينا نتقبّلها بشكل أفضل في الحمل، بيخلّي حدتها أو شدتها علينا بتكون أخف. فعشان كده النهارده هاقول لكم إيه أشهر الأعراض اللي ممكن تقابلنا. أول حاجة معانا هي ثقل الثدي أو التُقل اللي بيحصل في الثديين ده، لإن أول ما بيظهر أو أول ما بيبدأ هرمون الحمل في الارتفاع في الدم، بتبدأ الغدد اللبنية وبيبدأ الثديين يتغيروا ويحصل فيهم تغيرات فسيولوجية عشان تستعد لخطوة الرضاعة اللي بتتم بعد 9 شهور. زي ما تكوين البيبي بياخد معانا 9 شهور بالظبط، الاستعداد للرضاعة بياخد معانا 9 شهور. فألم الثديين والثقل في الثديين ده شيء متقبل جدا وطبيعي جدا خلال أول 3 شهور من الحمل. ولكن دايما بنقول ان الاعراض دي بتكون طبيعيه ومتقبلينها طول ما هي في الرينج الطبيعي. ايه هو الرينج الطبيعي بتاعها؟ ان انت تكوني قادره تستحملي الالم، يعني حتى لو الالم زياده شويه بس انت قادره تتحمليه. مجرد ما الالم يكون زايد عن الحد او انت مش قادره ابدا تتحمليه، في الحاله دي بنعرف ان هي حاجه غير طبيعيه وبنبدا نلجا للدكتور بتاعنا او للطبيبه اللي احنا متابعين معاها. ساعتها هي بتوجهنا لو في مشكلة هنتعامل معاها ازاي، او بتقول لنا ان ده طبيعي. لان برضو تحمل الألم ده شيء مختلف من شخص للتاني. ممكن يكون درجة ألم انا شايفاها طبيعية وانا اقدر اتحملها، لكن بالنسبة لواحدة تانية لا، بالنسبة لها مش قادرة تتحملها. ففي النهاية انتي هتتحملي الألم طول ما انتي قادرة تتحمليه. لو لقيتي زايد عن حد، في الحالة دي لازم تلجئي للطبيب بتاعك. ودي كانت أول حاجة بتظهر معانا خلال أول 3 شهور. تاني حاجة وأشهر حاجة هي الغثيان أو القيء، سواء ده كان مجرد ميل للقيء وشعور بالغثيان أو غممان النفس زي ما بنقول، ولا كان قيء فعلا ملموس وحقيقي بيحصل. ان بترجعي او بتخرجي اي حاجة انتي اكلتيها من معدتك. ده كله طبيعي في اول 3 شهور، برضو نتيجة لارتفاع هرمون الحمل ونتيجة لارتخاء عضلات المعدة علشان تتناسب مع حجم الرحم الجديد وعشان التغيرات اللي بتحصل في الجسم. برضو ده طبيعي جدا ومتقبلينه جدا طول ما هو في الطبيعي. لكن لو زاد عدد مرات الترجيع الفعلي عن 5 مرات في اليوم، في الحالة دي ما بيبقاش مجرد غثيان أو ترجيع طبيعي نتيجة لارتفاع هرمون الحمل. في الحالة دي بيكون اسمه قيء مستعصي أو قيء مفرط أو قيء حاد. ده بيحتاج تدخل طبي، في بعض الحالات بيحتاج حجز في المستشفى لأنك بتحتاجي الرعاية، بتحتاجي المحاليل علشان لا قدر الله ما يحصلش جفاف. كل ما يكون التدخل الطبي أسرع كل ما بيكون النتائج أو اللي بتترتب على القيء ده أخف وأسهل ونتخطى المشكلة بسهولة. فبالتالي لو زاد عدد مرات الترجيع الفعلي عن 5 مرات في اليوم، في الحالة دي لازم نرجع للدكتور بتاعنا ونقول له على اللي حاصل معانا. حتى لو احنا بناخد علاج ومش جايب معانا نتيجة، في الحالة دي هيكون هو عنده علاج بديل أو طريقة تدخل بديلة. تالت حاجة بتحصل معانا هي تكرار التبول في فترات قليلة وعدد مرات كتيرة جدا عن الطبيعي. ده برضو بيحصل ليه نتيجة لأن المثانة حاليا مش في وضعها الطبيعي، في قدامها رحم حجمه بيزيد، حجمه بيكبر، بتبدأ هي يحصل لها ارتخاء في العضلات عشان تدي مساحة أكبر للرحم إنه ياخد وضعه. كمان نتيجة لزيادة حجم الدم، نتيجة لارتفاع هرمونات الحمل، كل ده بيؤدي لدخول الحمام أو التبول المستمر. ده طبيعي جدا برضو من ضمن أعراض الحمل اللي بتظهر في أول 3 شهور. لكن إمتى نبدأ أو إمتى نبدأ نقلق لو حصل معانا دخول متكرر الحمام أو التبول بشكل مستمر، كان مصاحب بعطش شديد أو كان مصاحب بخلل في تحليل السكر خلال أول 3 شهور. تحليل السكر خلال أول 3 شهور من ضمن التحاليل الروتينية، وأنا هعمل لكم فيديو منفصل عن التحاليل الروتينية في أول 3 شهور. لو حصل أي خلل في التحليل أو كان في نتيجة غريبة أو كان في عطش شديد طول اليوم، في الحالة دي بنقلق من التبول المستمر وبنبدأ نرجع للطبيب وبرضه هو بينصحنا هنعمل ايه. من ضمن الأعراض برضه اللي بتظهر أول 3 شهور هي الإمساك.
طب إيه سبب الإمساك؟ سبب الإمساك إن المَيّة بنفقدها بسرعة، لسه قايلين إن إحنا بيحصل تبوّل سريع في أول 3 شهور. أنا نَفْسي كنت حاسة إن أنا خلاص أنا مُقيمة في الحمام طول اليوم، فرق تقريبًا نُص ساعة ما بين كل مرّة بيكون فيها عملية التبوّل. بمجرد ما بتشربي المَيّة بتحسّي إن أنتِ خلاص عايزة تدخلي تخرّجيها. خروج المَيّة من الجسم بالشكل السريع ده بيخلّي ما فيش سوائل كافية تسهّل عملية الإخراج. كمان زي ما قُلنا إن بيحصل ارتخاء في كل عضلات الأجهزة المحيطة بالرحم، من ضمنها عضلات القولون. فبالتالي بيحصل مشكلة في عملية الإخراج بتؤدي للإمساك. ده بيظهر معانا أول 3 شهور، ده طبيعي جدًا وبنتقبّله. إمتى نلجأ برضه للطبيب أو نحس إن هي فيها حاجة مش طبيعية ونبدأ نقلق؟ لو كان في مشكلة بواسير، لو كان في إحساس شديد بالتُقل، لو كان في إحساس شديد بالألم مصاحب للإخراج. في الحالة دي بنلجأ للطبيب علشان نتجنب الحزق أو المعاناة خلال عملية الإخراج، لإن ده بتأثّر على الBaby. بنتغلب على موضوع الإمساك طبعًا بإن إحنا بنزوّد شرب مَيّة وبندخّل فاكهة كتير وخضروات كتير في أكلنا طول ما هو في المستوى الطبيعي. لكن لو زاد عن المعدلات الطبيعية أو ظهر بعض الأعراض اللي قُلناها، في الحالة دي بنحتاج تدخُّل طبّي أو تدخُّل دوائي. من ضمن الأعراض اللي بتظهر برضه في أول 3 شهور من الحمل وشوية بتكون غريبة، الإرهاق المستمر. ودي حاجة طبيعية جدًا في طفل بيتكوّن جواكِ، في كائن حي بيتحوّل من نطفة صغيرة قد كده لكائن كبير بيتحرّك وملموس وبنشيله وبنتعامل معاه. ده ما بيحصلش بسهولة خالص. ده يعني إحنا الBaby ده بياخد من كل طاقتِك، بيسحب كل الفيتامينات اللي في جسمِك علشان يتكوّن ويبقى كائن حي. فطبيعي جدًا إنِّك تحسّي بإرهاق مستمر وخمول وما تكونيش قادرة تعملي أي حاجة. ده مقبول جدًا وما فيش منّه أي قلق. من ضمن الأعراض برضه النوم الكتير، وده بيسبب مشاكل للناس. بيكون عندنا شغل بنحس إن الدنيا اتدربكت مش قادرين نعمل حاجة، نايمين كتير. أهم حاجة إن أنتِ ما تحسيش بالذنب، ده طبيعي جدًا. كم التغيرات اللي بتحصل في جسمِك علشان تنتجي في النهاية كائن حي دي مش بسيطة أبدًا. لمّا بتكوني نايمة علشان ترتاحي في الحمل أنتِ بتقومي بمهمة عظيمة، أنتِ بتشاركي في تكوين كائن حي. ده مش معناه إنِّك ما لكيش لازمة أو مهملة. كل حاجة بتأثّري فيها في الوقت ده هتتعوّض بعد كده، شغلِك هيتعوّض، البيت هيترتّب. لو عندِك أولاد ومقصّرة شوية في حقّهم الفترة دي، المفروض إن الناس المحيطة بيكِ تساعدِك وتقدّم لِك الدعم النفسي والمساعدة في البيت أو في الأولاد. زوجِك المفروض يشاركِك، لكن أنتِ مهم جدًا إنِّك ما تتضايقيش من نفسِك. تحافظي على هدوئِك وتعرفي إن أنتِ بتقومي بدور عظيم، وإن أي حاجة هتفوتِك في الفترة دي هتتعوّض. فالنوم ده طبيعي جدًا، حاجة طبيعية جدًا، وطبعًا مش بيحصل في كل الحالات. في حالات بالعكس بييجي معاها الحمل بأرق. أنا كنت في حملي خلال أول 3 شهور ما بانامش نهائي. فدايمًا باقول إن الحمل ده رحلة خاصة بيكِ أنتِ وطفلِك، رحلة منفردة جدًا، تفاصيلها مختلفة. حتى السيدات اللي بيحملوا كذا مرّة بيلاقوا في تفاصيل مختلفة ما بين الحمل الأول والتاني والتالت، لإن هي رحلة خاصة بيكِ أنتِ بس وبطفلِك. فإحنا بنحاول نقول الأعراض كده اللي ممكن تكون شائعة أو بتحصل في أغلب الحالات، لكن ممكن تختلف عنِّك أو عندِك أنتِ أو في حملِك أنتِ. الاختلاف ده مش معناه إن في حاجة غلط أو إن في خطر. ولكن في النهاية زي ما باقول لو حاجة زادت عن حدّها لازم نرجع للطبيب. وبأكد إن مهم جدًا المتابعة مع طبيب أو طبيبة من أول يوم في الحمل. المتابعة خلال أول 3 شهور مهمة جدًا. ما فيش حاجة اسمها إن أنا لأ، لمّا ييجي ميعاد الولادة أو لمّا أول 3 شهور يفوتوا عشان يبقى الحمل بقى كده سِبِت وهنبدأ ناخد أدوية. من أول يوم في الحمل مهم جدًا إن أنتِ تتابعي مع طبيب. ومهم جدًا إن أنتِ تلتزمي بالتحاليل الروتينية للحمل. وربنا يكمّل حملنا على خير. ويا رب كده أكون قدرت أفيدكم. لو أنتِ حامل أو تعرفي أي حد حامل تابعي السلسلة بتاعتنا وشيّري الفيديو عشان الكل يستفاد. وأشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله.